خبر حزين جدا لكل متابعين ومحبين عائلة حوارات عموما، اللي هم حمدي ووفاء ومحمد وآلاء وحسن ونهال وعيلة حوارات كلها. طبعا للأسف انتشر دلوقتي، وحمدي نزل على الستوري عنده في الانستجرام وعمل فيديو شورتس على اليوتيوب، وكذلك محمد خبر وفاة الحاج جابر حوارات اللي هو والد الأسرة دي كلها واللي كان مجمعهم كلهم. وطبعا حزن شديد جدا، حتى الناس المتابعين حزنوا جدا على الراجل ده. فطبعا بنتمنى ان ربنا يا رب يرحمه ويدخل الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب. طبعا خالص عزائنا لأسرة حوارات، الناس دي اللي لهم متابعين كتير جدا. الراجل ده يا جماعة في الفترة الأخيرة كان تعب ودخل المستشفى، وكان دايما الفترة الأخيرة مقل في الظهور، لأنه كان تعب وكان باين على وشه الإرهاق والتعب في آخر فترات حياته. ولما طلع من المستشفى المرة الأخيرة قال وصية لعياله يعملوا بيها بعد وفاته، وكانت الوصية ديت هي إنهم يفضلوا يحبوا بعض ويفضلوا إيد واحدة، وما يبقاش بينهم وبين بعض مشاكل. كلكم حضراتكم متابعين الفترة اللي قبل كده اللي كان فيها مشاكل بين الإخوات وبعض. طبعا ربنا يا رب ما يرجعها تاني، وبنتمنى إن هم يتجمعوا بعد وفاة أبوهم وينسوا أي مشاكل وأي خلافات بينهم، ويفضلوا دايما إيد واحدة تنفيذا لوصية أبوهم. ولأن الناس حبتهم مع بعض وحبت ظهورهم مع بعض وحبت نجاحاتهم. الناس دي كانت عيلة جميلة جدا، والحاج جابر يحسب له إن هو كان سبب في إنه يرجع أولاد أبو زياد له بعد ما كان محروم منهم. فربنا يجعل أعماله الصالحة في ميزان حسناته، وربنا يسامحه ويغفر ذنوبه وذنوبنا يا رب. وإن شاء الله نتمنى من حمدي وإخواته إن هم يفضلوا إيد واحدة بعد وفاة أبوهم، ويخلي بالهم من والدتهم طبعا، لأن حالة الحزن وفقد الأب حالة صعبة جدا وما بيحسش بها غير اللي جربها. فبخالص تعزينا للأسرة ديت، وإن شاء الله الفترة الجاية تكون فترة كويسة بعد الفرقة اللي كانت سايدة بين الإخوات، إنهم يتجمعوا ويبقوا ايد واحده وما يحصلش بينهم ابدا مشاكل تاني. حمدي نزل على ستوري على الانستجرام بتاعته وقال ان ابي في ذمه الله ونسالكم الدعاء، وقال كمان ان الدفنه في اذان الفجر. خلاص الفجر على خلاص قرب خلاص. فبنتمنى الناس كلها تدعي لموتانا وموتى المسلمين ولاخواتنا ان ربنا ينصرهم ويثبتهم. وطبعا بنتمنى الرحمة والمغفرة للحاج جابر وعيلته ترجع تاني كويسة عشان يبقى مستريح بعد وفاته، وإن عياله ينفذوا وصيته. ودايما نتمنى إن احنا الإنسان بطبيعته بيحب يشوف الحاجة الإيجابية. فأنا بتفرج على عيلة حبيتها وتابعتها بكامل القنوات وبكامل التفريعات بتاعتها، لأنهم كانوا في الأول الناس حبوهم، والقاعدة الجماهيرية كلها جت لأنهم دايما كانوا بيعملوا فيديوهات كويسة مع بعض، كلها مرح وكلها ضحك وكلها حب، وباين إن هم حابين بعض. فللأسف الناس كانت زعلت الفترة الأخيرة لما حصل شرخ أو فجوة بين الاخوات وبدأ مشاكل وحارمهم وهم وكده. فطبعا الناس ما بتحبش ابدا تشوف الكلام ده، فبنتمنى انهم ينفذوا وصية ابوهم ونشوفهم تاني مع بعض بيظهروا في فيديوهات مع بعض، محمد وحمدي وزوجاتهم وحسن ونهال كلهم يبقوا ايد واحدة. ونتمنى كمان ان دي تبقى فرصة لان ابو زياد يرجع لاخوال اولاده والدنيا تبقى كويسة، وربنا يا رب يصلح بين الناس كلها. وفي نهاية الفيديو بندعي إن ربنا يرحم الحاج جابر ويدخله فسيح جناته بغير حساب ولا سابقة عذاب. غفر الله له وأحسن الله عزاكم لحمدي وإخواته. وإن شاء الله نشوفكم مع بعض تنفيذا لوصية أبوكم، وإن شاء الله بنتمنى له الرحمة.